هذه التحركات هنا والمحاولات المره دي عن طريق اللاعب اللي بينطلق، اللاعب تايبي عمل عرضيه خطيره لكن على طول يرجع امامنا في هذه اللقطه الى تير شتيجن. بوسكيتس الدفاع مستوى بوسكيتس في الوقت المناسب. صحيح يعني البعض يقول لك ان ميسي في فتره حرجه ظهر ميسي، وادي ميسي بيظهر ويبان وعليه الامان، والهدف الاول هو الفنان، هو الاسطوره، هو الظاهره. بص شوف ميسي يكتب براسه وياخدها على فخذه ويعملها حلوه في مرمى الحارس سينيجو لياتي الهدف الاول، هدفه الاول هنا في هذه المباراه وهدفه رقم 32 في صداره الهدافين. بص شوف ميسي بيعمل ايه، 10 على 10. ينطلق الظاهره، ينطلق الاسطوره في توقع وفي انطلاقه وفي لمسه وفي بصمه، ويضع الفريق في المقدمه في الدقيقه 12 من هذه المباراه. ليو يسجل هنا هدفه رقم 501. بص الخطا، هذه الاخطاء ميسي معهوش حد طبعا في هذه اللقطه من المدافعين، لكن شوف الذكاء وتوقع الخطا وخد الكره وانطلق والسده واللي شالها. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ليو ادي التوقع. شوف الخطه عاملها حلوه قوي وكتب الكره ازاي براسه وواحده على وش رجله وسده ثانيه وبالشمال يضعها باقتدار امامنا. ادي الهدف، هذا الموسم في الدوري رقم 32، هدفه رقم 501 اجمالا في كل المسابقات، رقم 344 في مسابقه الدوري، واللي بيسجله في هذه اللقطه وفي هذه اللمحه وهدفه رقم 403 من خدم اليوسف. ارقام دائما وابدا تجدها مع طبعا هذا النجم، وهدفه بالمناسبه رقم 147 مع لويس انريكي كمدير فني. ميسي يسجل من خطأ من دفاع اوساسونا. شوف الضغط والتوقع، 10 دقيقة ادى ثقة، ادى طمأنينة وعدم استعجال. كرة على طول ترجع، لأن في اللقاءات العشر الأخيرة البارسا سجل في مرمى اوساسونا 34 هدف. اوساسونا سجلوا هدفين فقط. ادي ميسي يلعب الكرة الأمامية لكن مقطوعة، شوف التكتل يجيبها مرة ثانية، الكرة الثانية ميسي يا ولد ميسي فرقة لوحده، ميسي هو الحل، وميسي يتسدد للمرة الثالثة في المباراة أمامنا. شوف الكرة واحدة باليمين كانت منذ لحظات علت العارضة، وادي الكرة الثالثة بخلاف هدف اللقاء الجميل اللي سجله بقى بذكاء وبتوقع وبقاطع للكرة. وادي أمامنا ميسي لكن ترتطم الكرة في أوير عشان تطلع إلى ركلة ركنية لصالح البلاوغرانا. وادي أردا توران وتضيع الكرة من باكو الكافيرا، ترجع مرة ثانية لدين الضغط بالبارسا، التعديل هدف ثاني يريح. وادي الكرة العرضية هو ليه هدف في مرمى فالنسيا ناديه السابق، لكن هدف راكيتيتش يصنع واندري جوميز يضعها بكل قوه لتعبر عما بداخله من احاسيس وانتقادات. يضعها هنا اندري جوميز عشان يضع البارسا في نتيجه مطمئنه 2-0 بعد مرور 30 دقيقه. ميسي في الدقيقه 12 ويسجل اندري جوميز امامنا، الذي يحوز دائما على ثقه لويس انريكي ويتلقى انتقادات ويضعها رائعه بباطن القدم من عند نقطه الجزاء. شوف هنا بقى الكره من راكيتيتش ايه معموله بالسنتي، وادي تسديده من اللاعب اندري جوميز يضمنها بباطن القدم يضعها على يسار سينيجو، وبالفعل كانت محاوله من اوير، ولكن البارسا يعرف الطريق للعودة والمنافسة على اللقب الليجا بعد استعادة الثقة بالفوز على النادي الملكي على ريال مدريد 3-2 في آخر المواجهات اللي أهلت طبعا البارسا للعودة والمنافسة بقوة على لقب الليجا. 2-0، 75 نقطة من 32 لقاء، وهيلعب يعني بعد هذه المباراة مباشرة في ملعب ريوثور أمام فريق ديبورتيفو لا كورونيا. أدي أمامنا هنا الكرة الثابتة، تسديدة على طول، وهدف هنا لنادي اوساسونا، هدف لاوساسونا في هذه اللقطة عن طريق اللاعب روبرتو توريس، وهدفه السابع هذا الموسم. روبرتو توريس يسجل هنا من الكرة الثابتة، حائط البشري في اللقطة الماضية ومسؤولية تير شتيجن اللي توقعها من فوق الحائط وخد الخطوة، لكن على طول الكرة راحت في الزاوية بتاعت تير شتيجن، خطأ من تير شتيجن الألماني، وهدف في مرمى تير شتيجن اللي يقلص النتيجة إلى 2 البارسا 1 لأوساسونا هنا عن طريق هذا اللاعب. شوف بقى لما في 10 مباريات الأخيرة في الكاب نو يسجل البارسا 34 هدف ويسجل أوساسونا هدف وحيد في هذه اللقطة، يبقى هدفه الثالث في 11
سجل 36 في 11 مباراه، لكن هدف حلو قوي من اللاعب روبرتو توريس اللي وصلنا 5 ركنيات حتى الان في اللقاء مقابل لا شيء. اوساسونا يعني تلقى لا بأس لما سجل روبرتو توريس وكاد ان يعادل، ودي راسيه ولكن تدخل رائع الحقيقه من جانب ستيفن. ادي راسيه من بيكي، ادي امامنا بيكي سجل في مرمى فريق سيلتا هدفين، وسجل في مرمى السلتك وركنيه سادسه هيلعبها في هذه اللقطه. امامنا هو اللاعب راكيتيتش، ولكن حكم اللقاء يشير الى ايقاف اللعب والى احتساب اخطاء ويتحدث مع اللاعب. راسيه بيكي كان من الممكن، فرصه كبيره جدا كانت كره اللاعب ماتشيرانو، الراسيه اللي كانت ارتطمت في القائم في الدقيقه 51، وايضا الكره اللي كانت طبعا فيها مطالبه بركله الجزاء لكن لم تحتسب. ودي امامنا استلام، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هي الحلوه من الاول من بيكي ترتد بالقائم، واندري جوميش في هذه الليله يضع نفسه بقوه، سجل في مرمى فالنسيا وسجل هدف ثاني. المتابعه تعطي البارسا الافضليه 3-1 وتريح الاعصاب، ويتقدم البارسا بفارق الهدفين مره ثانيه على هذا الفريق اوساسونا. هذه الكره القويه من بيكي ترتد بالقائم، واستيوانا على الاستلام مهاره عاليه قوي من جانب اللاعب بيكي، وبالقدم اليسرى ترتد بالقائم اليمين. اندري جوميش البرتغالي النهارده في قمه التالق وبنفس الطريقه بباطن القدم، لكن المره دي من رده فعل عاليه، عرضيه راكيتيتش في الهدف الثاني وقائم، وكره بيكي ترتد الى اندري جوميش اللي بيضع البارسا في تقدم، وتقدم مريح 3-1. هدف روبرتو توريس اعطى حيويه واعطى ثقه للقاء، وانعش اداء فريق البارسا اللي سجل له اندري جوميش النهارده هدفين في هذه المباراه. هدف في الدقيقه 30-1 النتيجه لصالح البارسا هنا في ملعب اللقاء. استلام على طول من جانب ميسي، يبحث عن هدف جديد. يا عيني يا عيني يا عيني، بلمسه فنان، باحساس الساحر ميسي امامنا هنا يضع هذه الكره باقتدار 104 ثنائيه خلال اهدافه، 104 مره يسجل ثنائيه، عنده 32 هاتريك، عنده 4 مرات سوبر هاتريك، 5 اهداف في مباراه واحده حققها مره واحده. هذا هو، ادي امامنا اهو ليو ميسي يسجل هدف بلمسه ميسي وقدرات ميسي واحساس ميسي. ادي اهو راجل استلم بيعدي كانها تقسيمه ووضعها قويه جدا. هدف بنفس الكيفيه بنفس الطريقه اللي سجل بيها في مرمى ريال مدريد. قالت له من انيستا، المره دي بقى هو راح ووصل الى المكان المحدد، وهدف من خارج منطقه الجزاء. 74 هدف من اهدافه ال 502 من خارج منطقه الجزاء، ومن داخل المنطقه بقوا 428. هذه هي ارقام ميسي يتساوى مع زين الالماني لاعب هامبورغ اللي كان عنده 502. ميسي بيسجل الثنائيه رقم 104 ليه. هذه ميسي في الدقيقه 10. خروج امامنا، خروج ميسي ونزول احد المواهب. هينزل اللاعب امامنا إيلينيا 19 سنه. إيلينيا لاعب بديل امام اشبيليا وغرناطه، ولعب ايضا في الكاس في مباراه إيريكليس، هيدخل بديلا. ادي رقم 10 وادي الفانيلا والتيشيرت وكلام كتير، وانه على خلاف مع النجم الكبير طبعا نيمار الغائب، ولكن صوره وضحت الامور. ميسي سجل اليوم ثنائيه، وخروج ميسي 7 في المباراه، 4-1 للبارسا. سهوله المباراه يعني واضحه طبعا في لما سجل اوساسونا كان ممكن يعادل النتيجه. ادي امامنا هدف جديد، باكو الكافير يسجل هنا في هذه اللقطه هدفه الخامس في الليغا، وهدف البارسا الخامس، هدف البارسا الخامس. 5-1. يا ولد ادي باكو الكافير اللاعب الاسباني القادم من فالنسيا. هدف ياتي هنا عن طريق باكو الكافير اللي شارك في اللقاءات الاخيره واللي اصبح عنصر من عناصر اساسيه. 7 لقاء ليه كلاعب اساسي، مرتين 12 مره كلاعب بديل. ادي امامنا
ماتشيرانو، شوف رايح فين، وباكو الكافير. وادي امامنا الصراع مع اللاعب اوير، ولكن صعبه على سينيجو اللي في هذه اللقطه طبعا يتعرض للهدف، وهو الهدف الخامس في اللقاء. الهدف الخامس في اللقاء، باكو في الدقيقه 64. باكو الكافير جومش في الدقيقه 30. روبرتو توريس في الدقيقه 48 من فاول من خارج منطقه الجزاء، وركله جزاء. ركله جزاء لدينيس سواريز. ركله جزاء هذه المره دينيس سواريز يتعرض للعرقله من فران ميريدا. لم يتردد هذه المره مونتيرو حكم هذه المباراه، وركله جزاء لدينيس سواريز. سجل في مرمى ايبار، وسجل هدفين في مرمى ريال سوسيداد في اطار الكاس، ويحاول اثبات ذاته امامنا هنا دينيس سواريز. ركله جزاء لصالح فريق نادي برشلونه. 5-1 5-1 النتيجه. البارسا اكبر فوز كان 8-0. خرج ميسي وماتشيرانو ان يسجل اول اهدافه بالوان البارسا. ماتشيرانو اخر اهدافه الدوليه كانت مع الارجنتين في مرمى ترينيداد وتوباغو. وادي ماتشيرانو، هدف تاريخي صحيح، هو الهدف السادس في مرمى اوساسونا المتواضع، ولكن ماتشيرانو اخيرا يسجل بالوان البارسا. لويس انريكي وامامنا هو اللي ممكن يخلفه خوان كارلوس انثوي، والحوار ومن الخلف ميسي، كأن ميسي هو اللي قالها له، قال له خلي ماتشيرانو يسجل. النهارده ماتشيرانو كان قريب انه يسجل في اكثر من كره، ويسجل خافير ماتشيرانو هدفه الاول بالوان البارسا في هذه الكره وفي هذه اللقطه. قويه الكره في شباك سينيجو، بتصبح النتيجه بهذه الكيفيه بهذه القوه، يضعها في منتصف المرمى، وسينيجو من الوضع راقدا. وامامنا هو قال له عندك نصف دستة. ودي امامنا باكو الكافير في هدف جديد عدى وفات وسجل السابع. 7-1 باكو الكافير يسجل ثنائيه، ويقول انه حاضر وبقوه في هذه المباراه، وثنائيه والهدف السابع في الدقيقه 86. باكو الكافير صاحب الهدف الخامس وصاحب الهدف السادس كان ماتشيرانو، وهدف السابع كان لباكو. وامامنا سينيجو النهارده سينيجو يدخل في مرمى 7 اهداف في هذه اللعبه. اكبر فوز 8-0 كان لصالح البارسا. بص شوف دينيس سواريز، تمريره ودفاع اوساسونا طبعا يعني في هذه اللقطه يدخل في مرماهم 82 هدف، والبارسا يسجل كده 101 هدف بالسباعيه النهارده. 7-1 في هذه المباراه. صحيح كان في 8-0 كان ذلك في 2011 وايضا كان في 7-0 في 2013 لما سجل البارسا 7-0 هنا في ملعب الكامب. باكو الكافير يسجل الهدف السادس ليه في الدوري، هدف 6 اهداف. الباو وغرناطه وريال سوسيداد